النهارده هنعمل مع بعض طريقة عمل القطايف بطريقة سهلة ان شاء الله. هنجيب الخلاط، هنحط كوبايتين ميه. المقدار اللي تستعمليه في كل المقادير، المقدار الكوبايه اللي تستعمليها في كل المقادير. نص كوبايه حليب، واللي عايزه تستغنى عن الحليب وتحطي بداله ميه ممكن، بس هي بنعلي التست بتاعها بحيث ان هي يبقى طعمها احلى. معلقتين كبار سكر، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه صغيره خميره باودر، هنضيف كوبايتين دقيق. اول كوبايه اهي، تاني كوبايه، يبقى كده استعملنا كوبايتين ونص دقيق. هنحط عليهم ذرة ملح، واللي عايزة تضربهم في الخلاط تضربهم، اللي عايزة تستعمل هاند برينتر تستعمل، مضرب البيض ممكن بشوكة تضربيها، المهم انت تضربيها كويس وتبقى العجينة ناعمة. هضربها وارجع لكم في الخلاط. ضربناها في الخلاط وهنحطها في طبق ولا حاجة كده لمدة ربع ساعة. بعد كده هنبتدي نشكلها ونسويها. الطاسة فيها لون عشان انا لسه عاملة فيها على طول قبل ما اصور. كده بصوا زي ما انتوا شايفين، احنا نوطي العين ما نعليهاش، خليها على نار هاديه. ابتدت تعمل فقاقيع، والفقاقيع بعد كده بتتحول لخرام. هوريها لكم بس عشان هي سخنه. بصوا لونها هنا بعد ما سوينا القطايف. اهم بس حاجه